كملوا معانا الفيديو. فسحتنا لدمياط الجديدة، الفلوج بتاعنا لدمياط الجديدة وخروجتنا في الأجازة. زي ما انتوا شايفين احنا كنا راكبين عربية مواصلات يعني، وانا كنت بصور من الشباك. طبعا كان معايا ولادي ملوكة وعبده وسارة. وسارة بنت اختي، ربنا يبارك فيهم يا رب وخليهم. كان يوم جميل قوي، وأما بنبقى ملمومين كده بتبقى حلوة وبتبقى رحلة سعيدة. زي ما انتوا شايفين احنا كنا راكبين، وطبعا المواصلة بسيطة يعني، بس احنا انا حبيت اوريكم المناظر الحلوة دي اللي هي الاراضي والاشجار والخضرة اللي احنا معدين عليها. قلت تتفرجوا عليها الناس اللي ما بتخرجش يعني، عشان في ناس هتعلق وتقول انت مصوره لنا الطريق والكلام ده. لا، في ناس غيرك ما بيشوفوش الحاجات دي ولا بيخرجوا، ناس كبيرة تعبانة يعني. فانا بوريهم الحاجات دي يعني كأنهم خرجوا يعني. واعملوا لنا لايك واشتراك. وزي ما انتم شايفين منظر النخيل جميل جدا، كان منظر جميل اول تصوره لكم. هيبقى موجود يعني كتير دلوقتي واحنا رايحين دمياط الجديده. طبعا احنا رايحين على البحر، هتبقى يعني فسحه حلوه قوي هوريها لكم. وهناكل وكده وهننزل البحر، والعيال هنتمشى على البحر وكده، وهيبقى يوم جميل قوي هوريكم البحر وصوت البحر يعني. هتبقى رحله حلوه. قلنا بقى في الاجازه نروح. احنا طبعا داخلين اهو على دمياط. دي البوابه اللي هي من عند البوابة اللي هي من ورا، عن الطريق الدولي. زي ما انتوا شايفين اهو. ده المدخل بقى بتاع دمياط الجديدة. ما هو في بوابتين، بوابة من عن طريق المطار وبوابة من على الطريق الدولي. زي ما انتوا شايفين المنظر طبعا جميل، والنخيل والاشجار والخضرة، منظر حلو قوي 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 يعني. اعملوا لنا لايك بس لان الفيديو هيعجبكم ان شاء الله. والعماير طبعا معمولة ب- بمنظر حلو وشيك ومنسق. وطبعا زي ما انتوا شايفين هي نظيفة وحلوة جدا وحلوة قوي 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 يعني. ومين بقى زينا بيحب يخرج ويتفسح في الرميات الجديدة كده؟ حطوا لايك. زي ما انتوا شايفين اهو احنا داخلين كده على الموقف الغربي. العماير دي جنب الموقف الغربي وجنب الجامعة، سور الجامعة اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين. ودي عماير قدام الموقف على طول. ده الموقف الغربي، ما هو في موقف غربي وفي موقف الشرقي. طبعا الفيديو انا بصور لكم مش عشان تستفيدي منه، تاخدي منه كام فكرة. ده الموقف. حطوا اللايك والاشتراك في القناة. ملوكة بتقول لكم حطوا اللايك والاشتراك في القناة. احنا داخلين اهو خلاص على الموقف الغربي. طيب انتي هتركبي ازاي؟ طبعا انا مكملة وركبت بقى السرفيس. بتركبي ازاي عشان تروحي البحر؟ في قلب الموقف هتقولي له انا عايزة اركب سرفيس البحر اللي هيوديني البحر ب5 جنيه. بتركبي الفرد ب5 جنيه هيوديك للبحر. مفيش، ما هتكمليش 5 دقايق بالظبط من الموقف للبحر. المواصلات يعني شغالة حلوة وزي الفل. السرفيس للبحر. احنا كده دخلنا كده اهو. هنعدي بقى دي الطريق اللي رايح يوديك على البحر. طبعا زي ما انتوا شايفين البيوت نظيفة ومبنية جديدة وحلوة وعماير حلوة. ربنا يبارك يا رب للجميع ولأصحابها يا رب. ووعدنا يا رب اللهم امين. ونظيفة وجميلة وحلوة زي الفل. وكان يوم جميل قوي قوي قوي، واتفسحت انا والعيال. وزي ما قلت لكم يا جماعة لازم نفسح ولادنا بأقل الامكانيات. اقل الامكانيات. واحده هتقول انت بتقولي لازم، ايوه لازم. حتى لو هتنزلي في الشارع عندك تحت وتلف كده اهو، انت ولادك في الشارع اللي حواليك، تقعدي تحت تعملي اي حاجه، المهم تخرجي من الشقه، تغيري الطاقه السلبيه وتدخلي بطاقه ايجابيه. لو ب5 جنيه لب، ب5 جنيه اي حاجه، ب10 جنيه هتصرفي 10 جنيه. المهم يعني ودي طبعا بقية الطريق يا جماعة. زي ما انتوا شايفين منظر الشجر ده برضو عجبني، قلت اصوره لكم. ووراه طبعا البيوت والعماير. منظر حلو قوي. وزي ما انتوا شايفين نضيف وحلو اهو. طبعا انا قلت كتير زي ما انتوا شايفين انا بوضح لكم يعني، عشان في ناس كتير هتعلق يعني. اصل اللي بيعلقوا يعني حلوين قوي. المهم حطوا اللايك واشتراك يا حبايبي، وبحبكم كتير كتير. طبعا احنا كده حودين وهندخل على البحر اهو. دي بقى العماير والشاليهات والحاجات دي والبيوت اللي اللي جنب اللي ناحية البحر. اعملوا لي لايك وبحبكم كتير كتير. واحنا خلاص هننزل اهو من السيرفيس وهوريكم بقى الشط. خلاص احنا كده نزلنا من السيرفيس وده الشط اهو. قصدي اللي هو كورنيش البحر المشاية يا ناس، يعني بتاع كورنيش البحر يا جدعان. البحر قبل ما نروح على الشط. هنمشي بقى شوية كده وهننزل بقى وهوريكم. طبعا اهو العربيات وانا بوريكم يعني الطريق زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. هنعدي احنا بقى هننزل اهو. اهو كده اهو. نزلنا بقى هنروح الشط. طبعا بتمشي مسافة بس مش مسافة بعيدة يعني عشان تروحي للشط من الحتة اللي احنا نزلنا فيها للبحر يعني. وطبعا كان زحمة جدا. في ناس بتقول ما هي زحمة وميتها معرفش ايه. لا ده حلوة وزحمة، ما هي زحمة يعني. ما هي زحمة قوي 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 زي راس البر. طبعا راس البر زحمة جدا جدا.
دي زحمة او كل حاجة، بس مش طبعا زي راس البر، بس هي حلوة وجميلة ومصيف حلو، والبحر كان جميل، وصوت البحر اوريهولكوا الوقت كان جميل قوي قوي قوي. وطبعا سارة حبيبتي بنت اختي كانت معايا، كانت منورانا. وملوكة بتحبها قوي وعبده وانا بحبها، وكان يوم حلو قوي، واتمتعنا معاكي قوي يا سارة، بنحبك قوي. هتقولي لها حاجة يا ملوكة؟ هقول لها بحبك قوي يا سارة، وحط لنا اللايك. ده طبعا. وده بقية الشط اهو، لما انا بوريهولكوا بقى وانا جوه، يعني ايه انا بصور وانا جوه، اما دخلت بقى عند البحر وبوريكم الحتة اللي احنا ايه نزلنا عندها يعني. ده بقى اللي عن طريق الاسماك، وده البحر طبعا. البحر طبعا بقى مع صوت البحر ومنظر البحر وهوا البحر، وحاجة حلوة قوي قوي. اعملوا لنا لايك وكملوا الفيديو للاخر، لان لسه هنجيب اكل، ولسه يعني هوريكم بقية الفيديو يعني، واعملوا لايك. وهتشوفوا ملوكة الوقت وهي عايزة تنزل البحر منظرها حلو قوي. وده بقى كنا جوعنا خلاص، رحنا بقى قعدنا في مطعم، طلبنا كريب. كان جميل قوي قوي قوي، سوبر كرانش بس حلو. وكلنا واتبسطنا وشبعنا، كريب نضيف وحلو يعني، بصراحة جميل قوي. العيال اتبسطت طبعا 4، لان احنا كنا 4، انا وولادي وسارة. وبعد كده بقى يا حبايبي كلنا، بس كان طعمه جميل جدا ونضيف وحلو قوي قوي قوي. وما قعدناش وقت طويل يعني عما جالنا. وبعد كده بقى كنا بقى كلنا، بعد ما كلنا بقى واتبسطنا خلاص بقى رحلتنا انتهت، هنروح بقى. ركبنا بقى السيرفيس علشان نروح بقى الموقف. بنركب طبعا ايه زي ما قلت لكم، في موقفين، موقف غرب وموقف شرق. طب طبعا منظر دمياط الجديدة جميل جدا بالليل، اما الانوار بقى بتشتغل وكده، ومنظر البيوت والحاجات دي والاضاءة هادية، والنظافة حلوة قوي قوي يعني، جميلة قوي يعني بصراحة. مين زينا بقى بيحب دمياط الجديدة كده؟ مش هتقولوا لهم حاجة يا ملوكة؟ اليوم كان حلو ولا لا؟ كان جميل قوي. اليوم كان جميل واتبسطنا واتفسحنا. كنت مبسوطة؟ قوي. كنت مبسوطة قوي صح؟ شكرا انتي يا ماما. حبيبتي، انتي وملوك، انتي وعبد وسارة وانا كنا مبسوطين بصراحة قوي قوي. والعيال كانوا مبسوطين والحمد لله. وزي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي، احنا ماشيين بقى راكبين السيرفيس. وزي ما بقول لكم يا جماعه، انا نسيت اقول لكم في اول الفيديو، لما تصوري على البحر ما تجرحيش حد، وتصوري بقى زي ما، لان انا والله بشوف مناظر على اليوتيوب يعني حاجه وحشه قوي على الفيس. ما تجرحش حد وانت بتصور، او ما تجرحيش حد يعني، بالعقل كده صوري بالعقل، حاولي ما تجرحيش حد. ولو حتى صورتي حد، اعملي اموشن، اعملي اي حاجه على على منظر الواحد يعني، او الواحده او الطفل. المهم ما نجرحش خصوصيات حد. وما تنسوش تعملوا لنا لايك بقى. وكانت فسحه جميله ورحله حلوه قوي قوي، ان شاء الله هنكررها. وايه رايكم في في الفلوج الجامد ده، او الفسحه او الخروجه الاجازه دي؟ ما تنسوش اللايك. باي.